أعلن نادي سموحة السكندري تعاقده رسميا مع محمد عبد السميع لاعب النادي الإسماعيلي السابق في صفقة انتقال حر، وذلك بعد نهاية مشواره مع الدراويش. وجاء انضمام محمد عبد السميع إلى سموحة عقب انتهاء علاقته التعاقدية مع النادي الإسماعيلي، ليبدأ تجربة جديدة في الدوري المصري الممتاز استعدادا للموسم الجديد. وكان محمد عبد السميع قد رحل عن الإسماعيلي مع نهاية عقده ضمن عدد من اللاعبين الذين غادروا صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل إعادة هيكلة قائمة الدراويش. ويأمل نادي سموحة في الاستفادة من إمكانيات اللاعب لتدعيم صفوفه خلال الموسم المقبل، بينما يواصل الإسماعيلي إعادة ترتيب أوضاعه الفنية والإدارية استعدادا للمرحلة القادمة بقيادة مديره الفني خالد القماش. والجدير بالذكر أن النادي الإسماعيلي لم يستفيد أي مليم من انتقال اللاعب محمد عبد السميع إلى سموحة، حيث أن الإسماعيلي لم يتعاقد معه فور انتهاء تعاقده مع الإسماعيلي ورفض التجديد له. وأين إدارة التسويق بالنادي حتى لا تستفيد من صفقة مثل صفقة انتقال اللاعب محمد عبد السميع؟